وبعدين وانا في بيت اهلي ما كنتش بعمل اي حاجه خالص، ما بساعدش في اي حاجه. يعني كنت بروح البيت اكل انام اصحى افطر امشي بس. البيت هنا داير ازاي بقى؟ ايه اللي بيحصل انا مش عارف، بس انا بنام هنا واكل هنا، واحيانا الاتنين بيبقوا هنا مع بعض يعني. فلما اتجوزت بقى بقيت انا رب الاسره، بقيت انا المسؤول عن كل، يعني هتخبط انا اللي هفتح، انت فاهم انا فين؟ الموضوع ده بدأ من اول يوم جواز. دخلت البيت ففتحت، راحت هي داخله معايا، قلت لها حبيبتي اخيرا بقينا في بيت واحد، وطوبه فضه وطوبه ذهب والحاجات بتاعت الافلام، كل سنه وانت طيبه وبتاع. رحت لها الجزمه ورحت داخل، قالت لي ثواني ايه ده؟ فقلت لها كويس انك خدت بالك، انا الزوج ده، انا راجل الرزق اللي هو بيقلع الجزمه على الباب بره ويخش نضيف كده في البيت يعني. مبروك عليكي انا بجد بجد يعني. قالت لي انت هتسيبها هنا؟ قلت لها موديها فين؟ قالت لي في الجزامه. قلت لها ايه الجزامه دي؟ قالت لي جوه كده اول يمين هتلاقي الجزامه. قلت لها ما تسيبها هنا. قالت لي لا بيتنا عايزينه يبقى جنتنا. فقلت لها ماشي، يعني انا لما اخد الجزمه دي هتبقى جنه مش شجر جديد، ها ماشي. رحت واخد الجزمه وداخل، قالت لي ثواني انت هتروح بالشراب؟ قلت لها مش عارف، هم خدوا مني الجزمه على الباب بره وادوني رقم يعني. انا اول مره اجي هنا والله معلش.